السلام عليكم، ازيكم عاملين ايه؟ النهارده معانا فيديو ازاي ان احنا نوسع الملابس بتاعتنا اللي ضاقت علينا. افكار حلوه كتير. تابعوني، وقبل ما نبتدي الفيديو سبسكرايب او اشتراك في القناه ولايكات كتير عشان معانا افكار حلوه كتير قوي بالنسبه لتوسيع الملابس. واول فكرة معانا، لو عندك تيشيرت ضيق مثلا نقدر ان احنا نوسعه بمثلث من ورا بالدانتيل زي ما احنا شايفين. فكرة القميص اللي قدامنا دي انا كنت نزلتها فيديو قبل كده في ان احنا نوسعه برضو بدانتيل على شكل المثلث ده كده اللي احنا شايفينه. ودي فكرة تانية برضو لنفس التوسيع، بنقص القميص من ورا وناخد قطعة قماش على شكل مثلث ونبدأ ان احنا نخيطها على اليمين وعلى الشمال. فكرة تانية للتوسيع بنفس المثلث برضو بس من الجنبين للبلوزة اللي قدامنا. ودي فكرة التيشيرت، ممكن ما تبقاش برضو القصة تبقى على شكل مثلث، لا ممكن نبدأها من الياقة من فوق خالص وناخد مسافة صغيرة، لان طبعا احنا بنبقى عايزين الوسع من تحت اكتر من الوسع من فوق، من الظهر من فوق. فكرة تانية للتوسيع برضو من الجنبين، ادي شكل المثلثين ده طبعا من الوسط لما لتحت. نفس الفكرة معانا، بنقص القميص بناخد قطعة مثلثة من القماش اللي احنا هنوسع بيه سواء دانتيل او اي قطعة تانية، ونبدأ ان احنا نخيطها على الجنبين اللي قصيناهم. فكرة تانية برضو للتوسيع، بس بدل ما تبقى في الظهر لا تحت الإبط على طول من الجنب، حلوة جدا. كانت على شكل مثلث الفكرة الأولانية، هنا برضو لا هنمشي على شكل حردة الكم من فوق وخط عدل أو مستطيل. ادي برضو فكرة التوسيع من ورا، ان احنا بنجيب قطعة القماش بتاعتنا بنبدأ ان احنا نحطها ونثبتها بالدبابيس على اليمين وعلى الشمال وبنخيطها، هتدي معانا الشكل اللي قدامنا ده. ادي قطعة القماش بعد ما اتوسع القميص او التيشيرت او اي حاجة انت حباها. دي اللي قدامنا فكرة للتزيين بتاع البلوفر بطبعا الجبير. قميص جينز زي كده قصينا الجزء اللي فوق تماما وبدلناه بتوب مثلا عندك قديم او شكله حلو، ووصلنا ده في ده بقى شكله مختلف. زي برضو الفكرة اللي قدامنا، الجزء اللي تحت قميص والجزء اللي فوق اي بلوزة عندك مثلا قديمة بتاخدي التوب بتاعها وبتبدأي ان انت تخيطيهم في بعض. افكار حلوة كتير زي ما احنا شايفين. ادي فكرة توسيع برضو الفستان من الجنب بقطعة قماش مناسبة على شكل مثلث ضيق طبعا من فوق ونازل على واسع من تحت. ادي فكرة برضو هنا دي اعادة تدوير بنطلون جينز ل فيست او تونيك زي ما احنا شايفين. هنا برضو ده مثلا كان كارديجان، هي حبت ان هي تقفله بقطعة قماش مستطيلة من قدام. ادي هنا عندنا تزيين القميص على جنبين الزراير بدانتيل او جبير. مثلا بلوزة زي اللي قدامنا دي او التيشيرت ده نقدر ان احنا نوسعه، نقص كده من الجنبين ونبدأ نحط مثلثات اللي هي الدانتيل. توسيع برضو بالشكل ده، او مش شرط يكون توسيع، ممكن يكون برضو كتزيين او كقطعة قماش تانية مختلفة زي ما احنا شايفين، بتدي منظر حلو جدا. والفكرة دي برضو جديدة، اللي هي عبارة عن كسرات بقماش ملون اتحطت في الجنب كده زي ما احنا شايفين، شكلها حلو جدا وجديدة. في نفس الوقت هتدي توسيع وفي نفس الوقت برضو هتدي منظر حلو. عندك مثلا تيشيرت ذاتي من شكله وعايزة تغيري شكله، فممكن ان احنا نقصه من ورا تماما ونبدأ ان احنا نوصله بفيونكات زي ما احنا شايفين. فكرة توسيع برضو بقطعة قماش تانية من تحت الإبط لأسفل خالص بقطعة مستطيلة، ونقدر ان احنا مثلا نفتحها زي ما احنا شفنا. ده هنا طريقة تغيير الجاكيت الجينز بقماش عملناه زي كرانيش زي ما احنا شايفين. التيشيرت اللي قدامنا لما اضاف له جبير او كلفة في
اسفل يعني بقى شكلها حلو جدا. وهي دي برضو فكرة تانية معانا. الكلفة يا جماعة بتدي منظر حلو جدا للقطعة بتاعة الملابس بتاعتنا. كم ممكن نفتحه ونقدر ان احنا نوصله بفيونكات صغيرة كده زي ما احنا شايفين، جميلة جدا. مثلا ممكن تجيبي التيشيرت بتاعك وتقدري ان انتي مثلا تعملي الحردة دي وتحطي مكانها تل او اي قماش انتي حباه. هنا برضو فكرة للتوسيع او للتزيين، برضو نفس الفكرة بتاعتنا. جاكيت جينز مثلا عندك قصير، ممكن ان انت تقدري تطوليه بطبقتين من الكرانيش بتاعة الدانتيل. طبعا معانا الفكرة دي برضو حلوة جدا وشيك. ودي نفس الفكرة برضو شكلها طبعا حلو جدا. ده تزيين طبعا البليزر بالكروشيه. شايفين يا جماعة شكلها حلو جدا. ادي معانا هنا برضو بلوفر، ده طبعا اتقص زي شرايح كده واتوصل له قطعة القماش اللي هي المثلثات دي، بقى شكلها برضو حلو واديته منظر حلو جدا. فستان زي اللي قدامنا دون ممكن نبدله، يعني ممكن نحط الجزء ده كده على الفستان اللي الاصلي، او ممكن نستغنى عن القطعة اللي في النص ونحط برضو الدانتيل بتاعنا. تيشيرت زي اللي قدامنا دون برضو يشبه لده او في الموديل اللي فات، بيتقص شرايح كده ونحط المثلثات اللي هي بتاعة القماش المتناسق معاه. اتمنى يكون الفيديو عجبكم، هو معلش سريع شوية، وما تنسوش الاشتراك في القناة، والسلام عليكم.